السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في الكرة مع تمراز مرة تانية. النهاردة هنتكلم عن 3 نقاط مهمين جدا. هنتكلم أولا عن نادي بيراميدز اللي بيمحي نادي الزمالك من المنافسة، وشايف إن هو بيجيب صفقات وبيجيب حاجات كتيرة، وهنتكلم عنها بالتفاصيل. شخصية نادي الزمالك اللي ابتدت تختفي، تمام، والبطولة العربية كأس العرب اللي نادي الزمالك داخل فيه، وشايفين الاعلام بتاعه مركز على حاجات تانية خالص، مش مركز على البطوله العربيه خالص. وهنتكلم كل حاجه في التفاصيل. اولا بنادي بيراميدز. نادي بيراميدز دلوقتي بينافس النادي الاهلي في كل حاجه، يعني طالع التاني، داخل مع دوري الابطال، بيجيب صفقات كبيره جدا، بيجيب صفقات جامده جدا. ولو كان بيراميدز قدر ياخد من الاهلي 3 4 صفقات، فهو واخد من الزمالك اكتر من 10 صفقات على الاقل خالص، وكان اخرهم سيف فاروق جعفر ويوسف اسامه نبيه. وانا بشوف من وجهة نظري الجوهرة بتاعت الزمالك اللي ما قدرش يحافظ عليها مصطفى فتحي. هي الزمالك فين يا جماعة؟ يعني ايه دلوقتي؟ انت يعني الزمالك عمال يتكلم على صفقة امام عاشور وراح الاهلي، وانتوا بتتكلموا في ايه يا اخوانا؟ انتوا سايبين من ايديكم 3 لعيبه كانت مستقبل خط النص عندكم بالوينج عندكم. انتوا سايبين ناس كتير قوي راحت بيراميدز. انت عندك مشكله في حراسه المرمى، مع ان كان عندك الشناوي، احمد الشناوي طبعا، الحارس الموهوب، الحارس اللي كان هيبقى له مستقبل كبير قوي في الكوره المصريه له الاصابات، ولكنك انت سبته يمشي. عندك مشكله في خط الظهر وسايب لهم علي جبر. ده خلاف وخلاف وخلاف وخلاف، واخرهم كان سيف فاروق جعفر ويوسف اسامه نبيه، وطبعا مصطفى فتحي. وتقول اصل لو مصطفى فتحي راح بيراميدز انا مش هبقى زعلان لو راح الاهلي. طب ما انت يعني يا جماعه، نادي بيراميدز هو اللي بينافس دلوقتي. لو تتكلم على اللي بيحصل دلوقتي، النادي بيراميدز عايز ياخد بطوله عشان يطلع يقول لك انا المنافس بتاع الاهلي. انت فاهم؟ يعني لو النادي بيراميدز خد بطوله واحده هيطلع يتكلم ان هو نافس النادي الاهلي. تاني حاجه نتكلم فيها، يا شخصيه الزمالك فين يا اخوانا؟ فين شخصيه الزمالك؟ يعني ايه النهارده الزمالك بيشجع بيراميدز لما كسب الاهلي؟ يا وصلت لحد كده؟ يعني وصلت، كانوا احنا نقول مثلا بتشجعوا بره افريقيا او بتشجعوا حد من بره افريقيا، ده هي بره. انما ان تبقى قاعد بتركز وقاعد بتتفرج وبتتنطط على كل جون بيراميدز بيجيه وفي اخر ماتش، وتطلع تحتفل وتطلع تقول احنا، ومش انت اللي كسبت يا زملكاويه؟ ما تركزوا شويه، مش انتوا اللي كسبتوا. نادي بيراميدز اللي لسه معمول بقاله بتاع 3 4 سنين هو اللي كسبان. نادي بيراميدز دلوقتي بيلعب في دوري الابطال وانت ما بتلعبش. نادي بيراميدز كان النادي التاني على الدوري، ومكمل وعامل بطولات جامده، وكان بيلعب في نهائي الكاس السنه اللي فاتت وانت ما لعبتش، وكان بيلعب ولعب من السوبر مكانك. انتوا في ايه؟ شخصيه الزمالك فين؟ ايام زمان كنا بنشوف شخصيه الزمالك دي شخصيه، كنا بنشوف نادي الزمالك ده قوه، كنا بنشوف ان جماهير نادي الزمالك دي بتغير على نادي الزمالك. انما النهارده لما بشوف جماهير نادي الزمالك النهارده، أو مش كلهم طبعا، بس منهم فئه كبيره بتشجع اي حد بيلعب الاهلي وخلاص. احنا في ايه يا اخوانا؟ احنا عايزين الزمالك اللي احنا كنا بنشوفه ايام زمان. عايزين الزمالك اللي كنا بنحس ان في منافسه بين الجماهير بره الملعب بكل احترام، وجوه الملعب بكل احترام بين اللعيبه. النهارده احنا بنشوف اساءات وبنشوف شتايم، مش هقول لك من الزمالك بس طبعا، وفي بعض الزملكاويه بعض الاهلاويه، مش بتكلم على كله، بس بقى في سب وبقى في قذف وبقى في تركيب فيديوهات وتغييب عقل، وبتتكلم النهارده على حاجه قليله الادب قوي في الكره المصريه عندنا. يعني انتوا في ايه؟ انا عايز اشوف الناس الزملكاويه اللي بتحب نادي الزمالك، اللي بتشجع نادي الزمالك، مش اللي هي بتشجع اي حد، مش اللي هي بتشجع نادي الزمالك كرها في الاهلي. يعني بشجع نادي الزمالك كرها في الاهلي، مش عشان بحب الزمالك. في إيه يا اخوانا؟ تعال نتكلم بقى على قناه الزمالك. يعني انت الزمالك في كاس العرب، وهيلعب بطوله مهمه، وهيلعب مع فرق قويه جدا. والنهارده بقى لهم من يوم الخميس لحد النهارده كل يوم البدايه بتبقى على حسين الشحات والصفحه بتاعت محمد الشيبي. يا جماعه الموضوع ده خلص خلاص. دلوقتي الموضوع بقى ما بين الشيبي وحسين الشحات والاهلي وبيراميدز، الزمالك مش طرف فيه. اصل انت لو اتكلمنا عن الزمالك الطرف في حاجه، انا هجيب لك عبد المنصف لما طلع بيلعب المنصوره، ولاعب المنصوره هو اللي خد انذار، وهجيب لك شيكابالا وهو بيضرب سيد معوض وبيضرب علي معلول، وهجيب لك بارل محمد، وهجيب لك حاجات كتير ما لهاش لازمه. ركزوا مع الزمالك يا جماعه. انتوا قناه نادي الزمالك، قناه نادي الزمالك، مش قناه انك انت بتتكلم عن النادي الاهلي اكتر ما بتتكلم على الزمالك. حسين الشحات غلط في الموقف اللي عمله، مفيش مشكله. يعني زي ما بنقول كده عندنا في القانون كده في المحاماه، غلطان شكلا وليس موضوعا، او غلطان موضوعا وليس شكلا. يعني هو غلطان في حاجه ومش غلطان في حاجه تانية. خلاص بقى الموضوع بقى في مع بيراميدز والنادي الاهلي. خلي الزمالك بقى يركز
في اللي هو فيه، خلي الزمالك يركز في صفقاته اللي هيجيبها، خلي الزمالك يركز في البطوله اللي هم فيها، خلي اطلعوا اتكلموا عن المساوئ، عن العيوب اللي موجوده عند الفرق التانية عشان الجماهير تفهم يعني ايه. نتكلم على المميزات عشان لما الفرقه تخسر نقول اه احنا قصرنا في واحد اتنين تلاته، مش نطلع نقول بقى سحر وبحه وما بحاش ونقعد نتكلم في كلام ملوش لازمه. يا جماعه، يا مسؤولين، يا جمعيه عموميه بتاعت الزمالك، خلي الاعلام بتاعكم يركز مع نادي الزمالك بس. انت مش فاتحين الاهلي القناه دي عشان تبقى دي القناه التانية النادي الاهلي. يا جماعه بيتكلموا عن النادي الاهلي وجاب شويه ناس ما بيفهموش في الكوره، والله ما بيفهموا، سواء بقى الفولي ولا مش عارف عم رجب ولا الناس اللي هم حاسس هم قاعدين على قهوه وعلى مصطبه بلدي وقاعدين يتكلموا وخلاص في اي هاري. وكابتن خالد الغندور، يا عم يا كابتن خالد، يا كابتن خالد، انت عم تقول اصل حسين الشحات سب بالدين وما سباش بالدين؟ ده انت طلعت في وسط التلفزيون في ماتش الاهلي والزمالك قعدت تشتم في الحكام ودين مش عارف ايه على دين مش عارف ايه وعادي والدنيا مشيت، فيعني ما تعمليش اللي يعني اللي هو القديس بقى. ركزوا في نادي الزمالك يا اخوانا، والله العظيم الواحد زعلان اقسم بالله على اللي بيحصل في الزمالك ده، والله الواحد بيتمنى التوفيق نادي الزمالك، بس بيتمنى التوفيق من قلبه، بس عارف اللي هيحصل لو الزمالك كسبت ان شاء الله. هيطلع ناس بتتكلم باسلوب غير كروي حتى، انت طالع بالكيد، انت طالع بتتكلم وخلاص. فلك الله يا زمالك، والله من الناس اللي عندك مش من اي حاجه تانية. ولحد ما تنتهي حلقتنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.